من اكتر الاجهزه الفريده من نوعها بالرغم من انها بدات من فتره كبيره هو النينتندو 3DS. تم اصداره في 2012 الا انه مميز جدا لدرجه ان شركه ايونيو اللي بتنتج هاند هيلد بي سيز عملت اصدار وسميته الايونيو فلوب اللي مستوحى فكرته من الدي اس او ال 3DS. وفي الفيديو ده هنعرف ليه الجهاز ده مميز وليه مفيش اي اجهزه تانية تتقارن معاه في التجربه اللي بيقدمها، وليه لسه عليه طلب لحد دلوقتي والسعر بتاعه لسه غالي زي ما هو. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن ال 3DS. النينتندو 3DS مفيش اي جهاز في الماركت بيقدم اللي هو بيقدمه ده. يمكن شركه نينتندو اصدرته في 2012 ولكن لحد دلوقتي مفيش اي جهاز قدم الاكسبيرينس الموجوده هنا. مبدئيا هو اول جهاز يكون فيه شاشه 3D بالكامل، يعني بتدي لك ال 3D دايمنشن في 90% من ال 3D جيمز. كمان موجود فيه شاشه تانية بيظهر فيها القوائم وبيظهر فيها بعض الانفورميشنز التانية وبعض التحكمات على الجيم نفسها. بعد نجاح ال NDS الشركه قررت ان هي تنزل اصدار ال 3DS، وال 3DS لما نزل الماركت عمل مبيعات كبيره جدا مع نينتندو، وكان وقتها فعلا جهاز مميز جدا ومفيش جهاز زيه. النسخه اللي معانا دي هي النينتندو 3DS LL. في نسخه ثانيه نزلت من ال 3DS اللي هي نيو 3DS. النسخه دي انا فعلا عملت لها اوردر، وبمجرد ما هي توصل هعمل لها ريفيو وهنقارن ما بينهم. ولكن انا لما قرات عن النسختين ما لقيتش فيه فروقات كبير ما بينهم الاثنين. خلينا نتكلم كده عن الهاردوير الاول. الجهاز بيجي بالشكل الفلاب ده اللي انت بتقدر تفتح السكرين بتاعته وتقفلها بالشكل ده، والهنج نفسها بتوصل لمدى واسع خالص لحد ما بتوصل للفلات. وكمان حجم الجهاز مش كبير قوي، ده حجم الجهاز مقارنه ما بينه وما بين البلاي ستيشن فيتا، وده حجمه بالنسبه للنينتندو سويتش نسخه الاولد. وهنتكلم بعد شويه ان ليه 3DS في حاجات مش موجوده خالص في النينتندو سويتش نفسه. نرجع تاني للهاردوير. هتلاقي هنا كاميرا اماميه جودتها مش احسن حاجه طبعا، وهتلاقي فيه سماعتين. السماعتين صوتهم مش عالي قوي ولكن هو مسموع بوضوح جدا لو انت في مكان هادي، والصوت هيكون مختفي شويه لو انت في مكان دوشه. وهنا كده هتلاقي السلايد اللي بتقفل منه ال 3D وبتفتحه تاني، وكمان تقدر تتحكم في درجاته. وكمان في الاخر هنا كده في كليك عشان تتاكد ان انت قفلته بالكامل. هنا طبعا اللاي اوت المعروفه الاي بي اكس واي بتاعت نينتندو، والباور بوتون هنا، وهنا الستارت والهوم والسلكت. وهنا دي باد كويسه حجمها صغير لكن الفيل بتاعها كويس. وهنا الثامب ستيك فلات خالص، ويمكن دي اكتر حاجه ما بتعجبنيش في الجهاز، ولكن هي في نفس الوقت استجابتها ممتازه والرينج بتاعها متوسط. من جنب هنا هتلاقي السلايد بتاع الوايرلس كونكشن، وهنا كمان ستايلس عشان تقدر تتحكم في الشاشه من خلاله. وهنا الاستورج اللي بتحط فيها الاس دي كارد. ومن الاسفل هنا في انديكيتور للشحن وكمان الباور، وهنا الهيدفون جاك، وهنا مكان للاكسسوري. من الجانب اليسار هنا هتلاقي بس الفوليوم واللي هو بسلايد. اما بقى في الخلف هتلاقي ال والار اللي هي التريجرز، وكمان هتلاقي الاي ار هنا عشان تستخدمه في الاكسسوارز اللي بتستخدم الانفراريد، وهنا الجيمنج سلوت، وهنا الشاحن بتاعه. من الاسفل هنا هتلاقي معلومات عن الجهاز نفسه. ال هنا للنسخه الياباني، ولو شفت الاكس ال هتبقى النسخه الامريكي، انما ال هو نفسه بالظبط هو الاكس ال، ولكن زي ما قلنا ده نسخه ياباني والاكس ال نسخه امريكي. وهنا هتلاقي مايك وكاميرتين عشان تصور بيهم 3D. طيب زي ما قلنا ان المميز في ال 3DS عن ال 2DS هو الشاشه اللي بتيجي 3D. وطبعا احنا كلنا عارفين ايه هو شاشات ال 3D، بس الشاشه هنا اللي في 3DS هتقدر تاخد تجربه 3D بدون ما تستخدم النظارات. الشاشه اللي فوق دي بتيجي 4.88 انش من نوع ال LCD بريزولوشن 800 في 240، وبتكون 400 بكسل متفرقه لما انت تشغل ال 3D. الشاشه اللي في الاسفل هنا مقاسها 4.18 انش، تقدر تستخدم التاتش سكرين او تقدر تستخدم الستايل الموجود، والريزولوشن بتاعها اقل من الشاشه دي، بيجي ب 320 في 240. السي بي يو الموجود هنا هو كاستم سنجل كور بروسيسور، ولكن هو كافي جدا لتشغيل الجيمز الموجوده فيه. والذاكره الخارجيه بتيجي 1 جيجا، ولكن طبعا انت تقدر تعمل اكسباند عن طريق الاس دي كارد الموجود هنا. لو اتكلمنا على البطاريه فهي بتتراوح ما بين 3 ساعات ونص ل 6 ساعات على حسب استخدامك، وعلى حسب استخدامك لل 3D، وكمان على حسب الجيم اللي انت بتشغلها، لان في جيم بتكونسيوم باور زياده زي مثلا مانستر هانتر او ليجند اوف زيلدا. وزي ما قلنا ان في كاميرتين هنا، الكاميرات دي بتاخد 3D ايمج بدقه 640 في 480، وكمان نفس الريزولوشن موجود هنا في الكاميرا دي. ولكن طبعا الجهاز مش معمول ان انت تستخدم الكاميرا فيه، ولكن هي موجوده في حال ان انت احتجتها. بالنسبه للسماعات هي ستيريو، وعايز اسمعكم الصوت بتاعها عشان انتوا تحكموا عليها.
طبعا السماعات مش عاليه للدرجه دي، ولكن في نفس الوقت انت تقدر تستخدم الهيدفون جاك. بس للاسف انت مش هتقدر تستخدم سماعات بلوتوث على الجهاز ده لانه مش بيدعم البلوتوث كونكشن. ولكن لو انت حابب تقدر تستخدم ادابتور زي ده بلوتوث وتقدر تشبكه، وبعد كده تشبك عليه وهتقدر تستخدم السماعات البلوتوث بتاعته. والجهاز كمان فيه موشن سنسور وجايرو سنسور كمان عشان تستخدمه في الجيمز. النسخه دي من 3DS LL بيجي فيها الواي فاي، طبعا الواي فاي 8.2، وطبعا الداونلود مش هيكون سريع قوي، ولكن انا بالنسبه لي السرعه كانت مقبوله في بعض الجيمز اللي انا بعمل لها داونلود من على الاتش شوب اللي هنتكلم عليه بعد شويه. نيجي بقى نتكلم عن اهم حاجه في الجهاز ده، وهي السوفت وير. السوفت وير بتاع الجهاز زي ما انتم شايفين كده، بتقدر ان انت تستعرض الجيمز، وبتقدر ان انت تعمل فيو للجيمز نفسها هنا، وتقدر ان انت كمان تتحكم عن طريق التحكمات الموجوده في الشاشه او التحكمات الموجوده هنا. نينتندو بقى لها فتره كبيره قوي قفلت النينتندو اي شوب الموجود لل 3DS. بعد ما قفلته اصبح دلوقتي ان انت ما تقدرش ان انت تجيب الجيمز او تشتريها اونلاين، لازم يكون عندك الفيزيكال كوبي نفسها، الشريط نفسه، عشان تقدر تستخدمها. ولكن دلوقتي بقى في مودنج موجود للجهاز نفسه، تقدر ان انت دلوقتي تنزل عليه الهوم برو وتنزل عليه كل الجيمز عن طريق الاتش شوب الموجود هنا، او عن طريق الجيمز اللي انت ممكن تعمل لها داونلود عندك وتنزلها على الاس دي كارد نفسه. وده طبعا حاجه بديهيه جدا بعد ما نينتندو قفلت الستور بتاعه نفسه. المميز في النينتندو 3DS ان معمول له جيمز مخصصه ليه بالذات، يعني مثلا سوبر ماريو 3 دي لاند من الجيمز المميزه قوي وانت بتلعبها على الجهاز ده، لان الشاشه بتكون قدامك 3 دي، الشخصيه بتكون ببعد معين، والورد او العالم اللي حواليها بيكون في بعد تاني، فبتكون التجربه احسن بكتير قوي. كمان في جيمز في الليسته كبير قوي زي مثلا سوبر ماريو بروز 2 اللي بتقدم كمان تجربه مختلفه مع 3 دي، وحتى ماريو كارت 7 اللي اتعمل منها ماريو كارت 8، واللي انا بشوفها هنا شغاله بشكل ممتاز جدا وتقدر ان انت تستخدمها بشكل عادي. طيب لو انت حابب تلعب الجيمز مع حد موجود، طبعا دلوقتي في برامج معينه ممكن تنزلها من الاتش شوب عشان تقدر تستخدمها في الاونلاين جيمنج، لان هو موجود ولكن مش بشكل كبير. وفي نفس الوقت في طريقه اللي هي بيكون وايرلس، لو انت معاك ال 3DS ومع صديقك 3DS وعندكم نفس الجيم، تقدر ان انت تعمل كونكت ما بينهم وتقدروا ان انت تلعبوا نفس الجيم مع بعض وايرلس. وبالنسبه لفكره ان انت تعمل كونكت لكنترولر للجهاز ده، فكره صعبه شويه ولكن هي دوبل او ممكن تعملها، بس هي طريقه غير رسميه طبعا، وخلونا اعرف لو انتوا عايزين تعرفوا حاجه زي كده في الكومنتس. طيب بما ان النينتندو سويتش هو اخر اصدارات شركه نينتندو، ايه الحاجات الموجوده هنا مش موجوده في النينتندو سويتش؟ طبعا اول حاجه هي الشاشه 3 دي، بالرغم من ان الشاشه هنا اوليد طبعا جودتها احسن بكتير من الموجوده هنا، ولكن ال 3 دي افكت هنا مميز فعلا وهتحسه في كل الجيمز اللي انت بتلعبها على الجهاز ده. تاني حاجه ان موجود هنا انترنت براوزر تقدر تستخدمه في تصفح الانترنت عن طريق ال 3 دي اس، ودي طبعا حاجه مش موجوده خالص على النينتندو سويتش. كمان دلوقتي بقى اوفيشالي وبشكل رسمي انت تقدر تعمل مودن لل 3 دي اس، ولكن بشكل غير رسمي انت تقدر تعملها هنا على النينتندو سويتش. ولكن زي ما قلت بما ان نينتندو قفلت الاونلاين شوب هنا، انت تقدر تعمل مودنج لل 3 دي اس عادي جدا. كمان في هنا كاميرا ومفيش كاميرا في النينتندو سويتش، وكمان في قلم هنا تقدر تستخدمه في ان انت تاخد نوتس بتاعتك بشكل بسيط جدا وسهل، وكمان الريسبونس بتاعه ممتاز جدا على الجهاز، ودي حاجه مش موجوده في نينتندو سويتش. حتى فكره ان انت يكون عندك دول سكرين ان انت تشوف معلومات، يعني مثلا لو انت بتلعب جيم معينه زي مترويد مثلا، بان انت بتكون بتلعب هنا على الشاشه دي وشايف في الشاشه الثانيه الخريطه، مش هتحتاج ان انت تدوس سيلكت او تدوس زرار تاني عشان يوريك الخريطه وانت بتلعب. زائد ان كمان حجمه اصغر بكتير، واللي فعلا تقدر تحطه في جيبك عادي جدا، ولكن مع نينتندو سويتش الموضوع ده هيكون صعب شويه. ولكن عشان نكون فير في الموضوع، طبعا النينتندو سويتش في جيمز هاي اند ومتطوره بشكل كبير قوي، وفكره ان انت تقدر تلعب مع حد معاك بالجهاز نفسه بان انت تعمل ديتاتش للكنترولرز نفسها. في مزايا تانية كمان زي ان انت مثلا تقدر تلعب الدي اس جيمز على الجهاز ده بدون اي مودنج، وكمان الجهاز ده بيقدر يعمل ابديتس للداونلودز بتاعته وهو في السليب مود، وحتى كمان انت تقدر تعمل اكستشينج للداتا بتاعتك ما بينه وما بين 3 دي اس تاني وانت حتى في السليب مود، وده طبعا هيوفر في البطاريه.
طيب طبعا احنا عارفين ان انت ممكن دلوقتي تقدر ان انت تستخدم السترا ابلكيشن اللي هو الايميليتر بتاع 3 دي اس، او ان انت تستخدم حتى الريتروبات اللي هو الايميليشن الخاص بال 2 دي اس. انا مشغل هنا نيو سوبر ماريو بروز 2، وهنا مشغل سوبر ماريو بروز بتاعه ال 2 دي اس. الفكره نفسها هنا ان انت شايف الجيم كامله في الشاشه، وهنا تقدر ان انت تستخدم اوبشنز ثانيه في الشاشه اللي تحت اللي هي تاتش سكرين وانت بتلعب في الجيم، ولكن هنا لازم تعمل مودنج عشان تقدر تستخدم السكرين اللي تحت، وكمان الاسبكس نفسها والريزولوشن بيختلف وبيكون شكله مش احسن حاجه على البي سي بتاعك او على الجهاز نفسه. عشان كده دايما انا بقول ان الفكره انك انت تستخدم الجيم نفسها على الجهاز الاصلي بتاعها هتاخد التجربه الافضل من ان انت تعمل لها ايميوليت هنا، بالاخص كمان في 3 دي اس، لان انت بتحتاج عشان تلعب الجيمز دي لشاشتين تكون موجوده. عشان كده شركه زي ايونيو نزلت الجهاز ده وهو ويندوز بي سي، بس انت تقدر تشغل الايميوليتر بتاعك وهتاخد اكسبيرينس مماثله ليه. وكمان استخدمت الشاشه اللي في الاسفل في ابلكيشنز ثانيه كتير عشان تقدر ان انت تتحكم زياده في البرامج او الجيمز نفسها، بس الجيم هنا طبعا شغاله بشكل افضل بكتير. وكذلك برضه في جهاز زي التريمي اي بيقدر ان هو يشغل الدي اس جيمز، ولكن زي ما انتم شايفين كده هتلاقيها سبليت سكرين. المفروض السكرين دي هي السكرين اللي في الاسفل، والسكرين الثانيه السكرين اللي فوق. انت اكيد تقدر تلعب كده، ولكن هتكون التجربه احسن بالدول سكرين اللي بالشكل ده. بمناسبه الايميليشن خلينا نعرف في الكومنتس لو انتوا عايزين ديمو نوري فيه ازاي ان انت تشغل الجيمز دي كلها وجيمز اكتر كمان على البي سي بتاعك. لو جينا نشوف سعر النسخه دي من الجهاز هتتراوح ما بين 150 دولار لحد 200 دولار، واكيد انت صعب تلاقي دلوقتي نسخه تكون حديثه او جديده مش مستعمله لل 3 دي اس او النيو 3 دي اس حتى، ولكن تقدر تلاقيه على علي اكسبريس، وهسيب لكم لينكات في الديسكربشن عشان لو حابب تعرف ازاي تشتريه. وانا بنصحك لو انت عايز تشتري الجهاز ده تدور عليه بشكل كويس، عشان انت هتلاقي اسعار كتير متفرقه، ولكن هتكون في الرينج اللي انا بقول لك عليه ده. طيب بعد ما عرفنا كل المعلومات دي عن الجهاز، هل هو فعلا يستحق ان انت تشتريه في 2024؟ ايوه يستحق ان انت تشتريه وتعمل له اعتبار في 2024 وفي وسط كل الاجهزه الموجوده دي، لانه فعلا بيقدم تجربه مميزه بالشاشه 3 دي، وان انت تقدر تعمل له مودنج وتشغل الجيمز كلها بشكل مجاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.